الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب أن تعيش في سلام مع نفسك. السلام مع النفس واجب شرعي لكل بني آدم علشان يقعد ويهتم بشؤون حياته. احنا بنتكلم عن الريف والفلاح والأرض والزرع اللي هم دول أساس بناء الحضارات، والحضارة المصرية بنت على أساس الزراعة. يعني الريف والفلاح والأرض والزرع هم أساس بناء الحضارات، وحضارتنا المصرية قامت على الزراعة والاهتمام بالأرض. يعني الحضارة بتاعتنا المصرية كانت في بدايتها هي الزراعة، يعني هي الزراعة هي اللي أسست الحضارة المصرية من أيام ما العصر بقى الحجري والجيري والحاجات دي اللي احنا درسناها وعرفناها. وكل محافظة من محافظات مصر بها أرياف كده على أطرافها، يعني كل محافظة من محافظات مصر على أطرافها كده هتلاقي فيها أرياف تخدمها وتقدم لها كل ما لذ وطاب من خضار وفاكهة، وكلها طازجة، يعني كلها فريش، كلها حاجات طازجة. يعني كل محافظة من محافظات مصر تلاقي فيه أرياف على أطرافها. الأرياف دي هي اللي بتمد المحافظة المجاورة ليها بكل أنواع الخضار والفاكهة، وتخليها ما تحتاجش لأي حد. وده طبعا فضل من الله عز وجل، يعني فضل من الله عز وجل جعلها لا تحتاج لأحد، خلى مصر ما تحتاجش لأي حد. واكتفائها الذاتي واكتفاء مصر الذاتي أعطاها العظمة والشموخ وأبعدها عن ذل الاحتياج. اخرج تنزه، ابرز جمال الأرياف لتعبر عن مميزات محافظتك. يعني اخرج كده للأرياف، اعمل، يعني مش محتاج اي حاجة. بص المناظر طبيعية جميلة جدا، يعني يكفيك مثلا كاميرا صغيرة كده تصور كده وتبرز فيها المميزات بتاعت الأرياف عشان تبين مميزات المحافظة بتاعتك. يعني محافظتك هي اللي بتبين جمالها من الأرياف اللي حوالين منها، ودي تعبر عن المحافظة اللي انت بتعيش فيها. وانت زي ما انت شايف، بص مناظر طبيعية وجميلة جدا 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 بتخليك في حالة هدوء وسكون جميل جدا. واحنا بنشوف فيديوهات كتير جدا في اوروبا عن الارياف بتاعت اوروبا، يعني بيعملوها نوع من انواع السياحة، بيعملوا دعاية للمكان، بيروحوا في وقت التنزه ليها، وقت الويك اند اللي بيقولوا عليه ده، بيروحوا يتنزهوا، بيخرجوا، بيقعدوا في الأرياف، بيستمتعوا بجمال الطبيعة، بيستمتعوا بالحياة فيها البسيطة، بيشعروا بالراحة والهدوء كده والراحة النفسية، وبيعملوا في نفس الوقت دعاية للسياحة. وانا قدمت حاجات كتير جدا، وانا يعني مهتم جدا بسياحة وابراز اهم المعالم السياحية في بلدنا. فانا طبعا اليومين دول مركز بقى معاكم على الارياف، لان الارياف يعني احنا عايزين نهتم بيها زيادة. يعني شفنا ناس كتير بعيد عنها، يعني ما بتقدمش الارياف، بتقدم ارياف بشكل معين. احنا النهاردة برضو بنقدمها برضو بشكل معين، يعني محتاجين من كده ومحتاجين كده. فانا طبعا بحاول ابرز بقى جمال الطبيعة بتاع الريف، الجمال بتاع الطبيعة بتاع الريف. شوفوا منظر لوحة فنية، يعني منظر طبيعي، يعني زي ما احنا شايفين كده يوحي كده بالهدوء والاسترخاء والبساطة. البساطة اللي هي أصل الفلاحين، يعني أصل الفلاح هو البساطة، يعني بدون تكلف، مش عايش في تكلف كتير جدا. يكفيك بس انك انت تخرج وتروح على اطراف كده كل محافظة بتلاقي الارياف دي، بتخرج بتقعد، ما تاخدش بقى مشويات ولحوم وحاجات مكلفة، لا، خد حاجات بسيطة. يعني خد معاك مثلا جبنات وخضروات ورنجة وحاجات اللي هي الشعبي، الأكلات الشعبية دي خدها معاك واقعد. يعني لما تاخد بقى مشويات وتقعد تشوي، لا، ده مش هتحس بيه بالطبيعة. لا، خد أكل بسيط، وده مش هيكلفك كتير. يعني كفيك بس انك انت تخرج وتقعد بس كده
انت واولادك كده في منظر زي ده، ومحدش بيمنع حد على فكرة. يعني انت لو رحت اي ارياف هتلاقي الناس كلها ترحب بيك. والفلاحين بتوع بلدنا يعني ناس كرمة بصراحة، بيقدم لك، بص تلاقي كل واحد سلام عليكم وتعالى، وكرم بقى الضيافة، ويجيب لك الشاي، وده يجيب لك جبنة، وده يجيب لك خضار، وده يجيب لك فاكهة، وده يجيب لك حاجات كده ايه يقدمها لك كده كنوع من انواع الضيافة. يبقى انت مش محتاج حاجة، بمجرد ما تخرج. احنا بنشوف فيديوهات يا جماعة عن اوروبا وهي بتقدم الريف بتاعها، بتجيب نفس المناظر دي. يعني بتجيب الحاجات اللي هي اللي انت شايفينها دي زي لوحة فنية. وما ننساش ان ورا اللوحة الفنية دي الفلاح المصري اللي بيخطط الارض، اللي بيخليها بنفس الجمال ده. يعني تبص تلاقيه يعني زي الرسام بيمسك اللوحة، بيرسم باللوحة بتاعته كده، بيمسك الريشة وبيعمل منظر طبيعي كده جميل. الفلاح نفس الوضع، يعني على المنظر الجميل الطبيعي ده بيحط بقى اللمسات بتاعته، بيخطط الأرض زي ما انتم شايفينها بشكل جميل جدا، وبيزرع وبيفيد، وحياة بسيطة جدا، ومن غير تكلف ومن غير أي حاجة. فيا رب ان شاء الله كده يعجبكم الفيديو بتاعنا، لان انا هنزل لكم فيديوهات تاني. انا بدأت بفيديو اولاني، وده الفيديو التاني برضو عن الريف، هقدم لكم برضو فيديوهات تانية عن الريف. احنا عايزين نهتم بالريف بتاعنا، عايزين نهتم بالمناظر الجميلة الحلوة الأخاذة دي، اللي هي تأخدك كده العالم من الهدوء والراحة. فإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة جدا عن الريف المصري والسياحة، وعشان تعيش في جو من الهدوء النفسي. فأنا بنصح الناس كلها، يعني أنت أكيد في أرياف حوالين منك، فبنصحك إنك تخرج وتتنزه وتروح. يعني ده نوع من أنواع السياحة. ممكن تصور منظر حلو كده جميل وتنزله كده على التواصل الاجتماعي، الناس تشوفه، عشان نبرز أجمل ما. يعني المحافظة بتاعتك جمالها من جمال الأرياف اللي حوالين منها. وإحنا ربنا الحمد لله حبى مصر بحاجات كتيرة جدا. يعني أهمها زي ما انتم شايفين الزراعة. يعني كل محافظة مكتفية بنفسها، يعني الأراضي اللي حوالين منها هي اللي بتمد المحافظة دي اللي جنبها بالأكل والشرب والخضار والحاجات اللي هي الاحتياجات اليومية. فإحنا إن شاء الله لنا لقاءات كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.